دعم المقاومة وتوفير السلاح والذخيرة والمسيرات. وقفوا وسندوا أهلهم وسندوا القوات المسلحة، وكان نموذج يعني بدأ من قرية واثنين وثلاثة وصل أكثر من 40 و50 قرية. ونبارك لهم الانتصار ونقول لهم يعني وقفتكم وسندكم للشعب السوداني وللقوات المسلحة يعني كانت نتيجة انتصار باهر وتأمين لمواقع. ربنا يتقبل منكم الجهد والجهاد، وربنا يتقبل شهداءكم شهداء القوات المسلحة وشهداء الشعب السوداني، وربنا إن شاء الله ينصرنا أجمعين وإحنا منتصرين بإذن الله. من هنا برضو عندنا تحية خاصة للسيد وزير الداخلية، وتحية للسيد مدير الجمارك، وتحية للسيد وزير المالية. وحقيقة أمس تكلمنا عن موضوع الجمارك في المعابر ومساهمة الدولة في إنها تخفف الأعباء عن المواطن، وصدر الليلة تعميم وتوضيح صحفي، ما هو بيان ولكن توضيح صحفي. البيان ده بيصدر في حالة إنه يكون في قرار جديد أو قانون جديد أو كده فتبين للناس. فهو لما نقول توضيح صحفي فمعناها الحاجة أصلا كانت موجودة بس الناس حصل لها سوء فهم أو كده. فوزارة الداخلية ورئاسة الجمارك وإدارة الجمارك استجابت ل يعني نداء الشعب السوداني. أنا حقيقة عرفت إنه كان في هاشتاج وكان في إخوة داعمين للقوات المسلحة بيتكلموا عن الموضوع بتاع الجمارك. والله ما كنت عارف، يعني ما نظلم الناس ونهضم حقهم. تصدوا للحاجة دي من خلال الأيام اللي فاتت. لكن إن شاء الله إحنا نقول استجابة الشرطة والداخلية هي مجهودكم، وقفتكم وتصديكم، والهاشتاج وصل الدولة فوق واستجابت يعني. أنا حقرأ البيان ده والتوضيح الصحفي، وبعد اللايف حنزله في الصفحة عندي. أي زول سوداني يعمل له سكرين، دي حاجة مهمة جدا. إحنا الكلام بالعربي طبعا ما قاعدين نشتغل به كتير، إحنا بيهمنا المستند والدليل. فما دام الجمارك أصدرت بيان وتوضيح، قالوا بالإشارة لما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن ارتفاع رسوم الجمارك في المعابر للعائدين ضمن العودة الطوعية للوطن، نوضح الآتي: سبق أن تم توجيه منذ فترة من السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والسيد مدير عام قوات الجمارك أن يسمح بدخول العفش الشخصي للذين يودون العودة الطوعية للبلاد، ويشمل ذلك مستلزمات البيت الواحد التي تعتبر معفية من الجمارك وفقا لنص المادة 54(1)(أ) من قانون الجمارك، التي تنص على إعفاء أمتعة المسافرين سواء كانت في صحبة المسافر أم لم تكن معه. في حالة انت ركبت الباص او الطيارة وعندك حاجات شخصية بتاعت البيت وكده، شحنتها بالباخرة، شحنتها بشاحنات، شحنتها بالقطر، فهي معفية ما دام حقتك وانت راجع عودة طوعية. طيب قال هنا: ليس صحيحا ما يتداول حول رسوم الثلاجة 400,000 جنيه. الحاجة دي في جروبات مصر يعني لا حادثة لا حادثتين. انا عندي سكرينات مواطنين بيتكلموا عن انه او مواطنات انهم راجعين دفعوهم رسوم ثلاجة 400، دفعوهم 300، البوتاجاز دفعوهم. انا ما بكذب وزارة الداخلية ولا بكذب الجمارك ولا بكذب المواطن. وفي المقام الاول احنا قلنا انا مع المواطن في حالة عنده خلاف مع مسؤول. يعني مواطن قال لي والله المسؤول ده عمل لي كده، اول حاجة انا بجيب في صف المواطن، وهنا ما في عدالة في الموضوع، هنا في عدم حياد عديل. انا منحاز للمواطن، بصدق المواطن. اتفقنا يا اخواننا؟ انا بتاع ناسات عديل ما داسية، انا بتاع ناسات في القصه دي. فجاء مواطن قال لي في مسؤول بتاع دوله عمل كده، انا بصدق المواطن. بنشيل كلام المواطن ده نرفعه في الاعلام، الدوله ترد علينا تبين لنا زي التبيين الحسي ده. تبيين الحسي ده بيان الناس تطبعه تشيله معاه تخش به اي معبر جوا برا بحرا، توري ضابط الجمارك السكرينه تقول له ده قرار صدر يوم كده بتاريخ كده نمره عسكريه رقم كده من وزاره الداخليه من مدير عام الجمارك، اعفاء العفش الشخصي في صحبه الراكب او ان كان مشحون بدون صحبه الراكب. تطلع له الفقره ماده 54(1)(أ) من قانون الجمارك، تنص على اعفاء العفش الشخصي ان كان في صحبه الراكب او ان كان مشحون بدون صحبه الراكب. البيان ده يكون معاكم كلكم كده، احنا بقى عندنا ورق عشان ما نخش في غلط. دي دايرينها احنا، وانتوا الحمد لله استجبتوا له. ما بقول لك دردتك، لكن بقول لك انت استجبت له.
ما دام الحاجه قانون عشان ما نخش في غلط. اي ضابط بتاع جمارك مهما كانت رتبته وقفك قال لك البوتجاز الثلاجه، قول له والله يا اخي عفش بصحبه راكب استعمال شخصي، وانا طالع على العوده الطوعيه راجع السودان راجع بيتي، قال لك يا اخي ما بتخش تقوم تطلع له البيان، قال لك ما بتخش بعد البيان تصور لنا الضابط ده مهما كانت رتبته، تصور لنا المحطه، وكان الله يحب المحسنين ما تعمل لنا جوطه ولا تعملوا لنا شكل مع زول، بس افتح الكاميرا. قال لك ما بتصورني، تقول له يا اخي من حقي اصور موظف الدوله بالقانون، بوسخ في حقي يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله دي ثلاجه وده بوتجاز ودي سراير ودي 6 مكيفات حقت بيتي، ممنوع. خير وعديل وزين، طلع لي البيان بتاعك ده بتاع وزاره الداخليه. قال لك برضه ممنوع، قول له طوالي جدا افتح الكاميرا صور ارفع الموضوع فيديو، نقطه عربي انتهى، ما دارين حاجه منك. بقى عندنا ورق نقدر نتكلم به مع الدولة. لا بعرف قرار من سنة 91، لا قرار من سنة 77. طيب أنا ما حقوم أحكها مع الجمارك، لأنه المرحلة الجاية هي مرحلة الجمارك، وإحنا دارين تعاون وتوأمة مع الجمارك ووزارة المالية والضرائب ووزارة الصناعة برضو. إحنا المرحلة الجاية إن شاء الله مرحلة المصانع، مرحلة الإنماء، فإحنا إن شاء الله طمعانين في كرم الجمارك وإدارة الجمارك انه لسه دارين اعفاءات زراعيه وصناعيه، دارين اعفاءات لمعدات الكهرباء، سلوك الكهرباء، كوابل الكهرباء، الجنريترات، الطاقه الشمسيه، هذا لها. فأنا ما حضغطكم، لكن انت قلت شنو؟ سبق ان تم توجيه منذ فتره من السيد وزير الماليه والتخطيط الاقتصادي والسيد مدير عام قوات الجمارك ان يسمح بدخول العفش. لا يمكن سيد مدير الجمارك والسيد مدير الاعلام في الجمارك، ما في بيان بتاع دوله بتكتب فيه منذ فتره، ما في كلام زي ده. منذ فتره من 200 وجه. ما هو انت هسه لو قمت، انت عارف انه انا حقوم القط دي، انت عارفها، عشان كده قمت تتحايل عليها، لانه القرار الصدر بتوجيه وزير الماليه بانه العفش الشخصي يعفوه من الجمارك، الكلام ده هو صدر قرار بعدم الاعفاء قبل سنه. والقصه بتاعت الجمارك والضرائب والشحن، الحاجات ده انا ما قاعد فيها فاهمها. احنا ما كل يوم بنجيب حاجه بتاركو باخر التاركو، بنجيب حاجه من مصر، بنجيب مبادره. انا عارف المحفي والما محفي شنو واقف من 200، انا عارف الكلام ده. انت قمت بحيله ذكيه ابيت تكتب التاريخ. ما في زول بيقول لك وجهها منذ فتره، بيكتب التاريخ، وجهها منذ 1 يناير 23، وجهها منذ 1 يناير 24، وجهها منذ 1 يناير 22، لكن تقول لي وجهها منذ فتره. ده كلام انت عارفه ما مقبول، وانا عارف انك انت عارفه ما مقبول، وعارف انه لا تصاغ قوانين الدوله او بيانات الدوله او بيانات توضيحيه بدون ارقام وتواريخ. انت عارف الحاجه دي، ده خطا بالمناسبه، لكن انا حمشيه، يعني انت لا تدي لي عديل يعني. طبعا انت قلت هنا ما في ثلاجة جمارك 400,000، ليس صحيحا ما يتداول حول رسوم الثلاجة. ما في حاجة اسمها ما يتداول، كلام قلته انا، انتوا ما تقولوا يتداول، دي برضه هنا انتوا زعلتوني فيها، لكن ما مشكلة. اوضح السيد العميد عبد الوهاب الطاهر مدير جمارك وادي حلفا انه لم يصلنا الشكوى لاي قادم للبلاد تضرر من ارتفاع رسوم الجمارك، واضاف انه لدينا معاملة خاصة للقادمين عودة طوعية، وسيجدون كل التسهيلات والخدمات. سيجدون اللي هي بمعنى المستقبل، سيجدون يعني وجدوا ولا ما وجدوا، برضه ما حمسككم فيها. احنا برضه من هنا بنحيي السيد العميد عبد الوهاب الطاهر وبنقول له كلامك ده كلام اول حاجه موظف دوله، موظف شرطه، موظف جمارك، احنا حناخده كقانون وحناخده كود بلد. يعني انت اوليت عنايه ورعايه خاصه للناس الراجعين السودان، وقلت انهم حيلقوا تسهيلات وحيلقوا معامله خاصه. وقالوا الخدمات، اضافه ان معظم الاغراض والادوات والاجهزه في صحبه القادمين ليس عليها رسوم، وابوابنا مفتوحه لتلقي اي شكوى. هو بتجي بدون صحبه القادمون. انت هنا ما قلتها، انت هنا خالفت نص الماده 54 اللي بتقول التي تنص على إعفاء أمتعة المسافرين سواء كانت في صحبة المسافر أم لم تكن معه. دي المادة بتقول كده، انت هسه قلتها وسيجدون كل التسهيلات والخدمات. وأضاف أن معظم الأغراض والأدوات والأجهزة في صحبة القادمين ليس عليها رسوم جمركية، وأبوابنا مفتوحة لتلقي الشكاوي. احنا دارين الناس اللي بيواجهوا أي مشكلة يصلوا مكتب السيد العميد عبد الوهاب الطاهر مدير جمارك وادي حلفا،
اي زول يتعرض في موضوع العفش الشخصي تحديدا. طبعا هنا برضه في تخصيص من الجمارك في حته مهمه، تفيد متابعات اعلام قوات الجمارك ان الاجراءات الجمركيه للقادمين عبر العوده الطوعيه تنساب بسلاسه وسهوله. طيب كلام جميل. نلفت الانتباه ان هناك بعض ضعاف النفوس يريدون ان يمرروا بضائع بكميات تجارية لتفادي دفع الرسوم استغلالا لظروف القادمين، ولدى الجمارك الخبرة الكافية والإجراءات ومعرفة ماهية العفش الشخصي أو المنزلي من التجاري للراكب، وعليه سنقيد من الامتياز أصحابه المستهدفين. دي ما فهمتها ميم. قالوا في تجار بيستغلوا الفكرة دي بتاعت إنه إحنا ماشيين راجعين، فطبعا الجمارك واضح يعني مثلا زول جايب له 26 مايكروويف، ده ما بقول لك استخدام شخصي. ما احنا عندنا نص المادة 54 اللي هي بتبين العفش الشخصي يعني شنو. ومن هنا بنحيي اخونا غسان عبد الماجد كتب تعليق في البيان ده، قال والزول اللي عنده كم مرة يعني عنده كم بيت، هذا حتى عملوه كيف. برضه نقطة بتاعت انتباه مهمة جدا يعني. فاعتقد انه زول بيفرض يجيب وثيقة بتاعت زواج انه عنده كم زوجة ويعني كم بيت. دي واحدة. الحاجة الثانية مثلا موضوع المكيفات بتسمحوا بكم مكيف، يعني الحاجة دي تتعمل نشرة في السفارة هناك، وتتعمل نشرة في محطات العفش، مختومة من الخارجية، مختومة من وزارة الداخلية، مختومة من الجمارك. العفش الشخصي شنو؟ واحنا من هنا بنهيب اخواننا في الاعلام. اخونا طه اعمل لنا تقرير عن الحاجات المسموح بدخولها صحبة راكب او ما صحبة راكب حسب نص المادة 54 المعفية من الجمارك وتعتبر عفش شخصي. يعني زول جايب 8 ثلاجات، ده ما عفش شخصي، ممكن ثلاجتين بالكثير. يقول لنا انا عندي مثلا طابقين او كده يعني. زول جايب لنا 6 بوتجاز واحد بس او بوتجاز واحد يعني مسموح، والثاني مثلا لو قدم ورق انه متزوج او كده. البيت الواحد بتعرف الزول ده زول متزوج ولا ما متزوج كيف يعني. هل الحاجة دي بتتبين في الجواز في الرقم الوطني؟ الحالة ممكن يكون الزواج بعد ما عمل بيانات الرقم الوطني. هتسمحوا يعني أسرة واحدة فيها 4 شباب كلهم متزوجين جمع أبوهم وأمهم. فالحاجات دي محتاجة ترتيب سيدي مدير الجمارك عشان نوضح للناس. احنا دايرين إعلام في المرحلة، واحنا المرحلة القادمة هو غير الناس راجعة وجايبة عفش ما عندنا شغلة، ما في حاجة حتشغلنا يعني. حنأسس بيوتنا كيف، حنجيب عفشنا كيف، ده الموضوع اللي حيشغلنا. حنشتغل في الاستثمار كيف، المحلات المعفية، نوع البضائع المعفية، الدولة حتجمرك شنو ما تجمرك شنو. فعشان كده هسه انا بقول لكم ما بشدد في خطابي معاكم، لان انا صراحه المرحله القادمه حيكون توأمه مع الجمارك. يعني احنا كل يوم حجينا حاجه جديده، حنجي للجمارك. اخواننا ما تحفوا لنا الجرارات، اخواننا ما تحفوا لنا الدفارات، اخواننا ما تحفوا لنا الحافلات. احنا انا لو محل الدوله بحفي اي حاجه، بحفي اي حاجه في فتره زمنيه كمان. يعني انا داير مثلا التارجت بتاعي، بقول انا داير 400 الف عربيه محفيه من الجمارك موديلات لحد مثلا 2010. تمينا 400 الف عربيه خلاص انا ما في طريقه، بعدين نبدا اجراءات. سعه الشوارع حقتي بحسبها، انا داير 400 الف ركشه، مش بجي بقول الموديلات وكده. انا داير بلد تتملي ركشات، داير بلد تتملي حفلات بارخص الاثمان. دي مساهمتي مع المواطن. يعني انا ما ممكن الدعامي لابس كاكي يسرقني، والجياشي لابس كاكي يجمركني، وانا ما في زول حيعوضني. يعني دي برضو الدولة تفهمها. يعني هو سرق العربية انا دافع فيها جمارك 130%، موديل السنة انا دافع فيها السعيرة مرة و30% من او نصها. بعد ده كله سرقت مني، الدولة تقول لي تجيب عربية لكن انا بديك مساحة بتاعت موديل، لكن حدفعك فرق الموديل وحدفعك التعريفة وحدفعك بعد ده كله جمارك. الكلام ده هنا الدولة بدأ جيش ولا بدأ البرهان، الكلام ده ما قلناه. وين قوات الشرطة، وين الداخلية، وين الجمارك، وين مكافحة التهريب، وين المباحث؟ احنا ما قلنا الكلام ده. احنا بنقول لكم نفتحوا معسكرات، بنجي فرستوا مصلايا يجينا وقفنا في الحاميات العسكرية. فاحنا ردة الفعل ما مفروض احنا دايرين نبني البلد دي. انا ما بخط عوائق ولا بخط عراقيل. الحاجة الثانية احنا نتعامل مع الدولة دي انكم موظفين، انتوا ما سيادنا، انتوا ما سيادنا، انتوا موظفين عشان خدمة المواطن، مش نجي نقعد نتحايل على الدولة ونقعد نفتش في استثناء وتحنيس ولايف ونعمل لك موكب. انت جيت من بيتكم تخدمني. الفكرة دي لازم الدولة تعيش وتفهمها. احنا عندنا ثروات، عندنا بترول، عندنا ذهب،
نركز على الذهب ده، الدوله تحل به مشاكلها، لكن ما تحلها من الضرائب والجمارك. المرحله القادمه ما حتكون جمارك وضرائب، احنا ما حنصطدم مع الدوله، ولكن حنوري الدوله الان خطنا الماشيين فيه. المرحله الجايه مرحله اعمار وبناء، مرحله تعويض اقلاها، لانه انت لو ما رجعت، انت لو مسكت في موضوع الجمارك ده انا حركب معاك راس بالمناسبه يا دوله. حاجه بسيطه، الهاشتاج بتاع عوض الشعب السوداني، ادونا حقنا بس. ما عارفين الدعم السريع يتمرد، وعارفين الامارات اتمردت، وعارفين تقدم وحمدوك يتمردوا. اذا عندكم معاهم اتفاق سياسي بيتحد، اذا عندكم معاهم ادونا حقنا يا زلمه. انا ما بعرف غير البرهان، دين حقنا يا زلمه. ما هو انت ما تفتكروا انكم حتمشوا مع الشعب السوداني